عرفة عنده جو وحده. دعاء، تحذيرات، تعب ممزوج بالفرحة، وكل ركن في الدار يحكي على فرحة قرب العيد. أرواحوا يا البنات تشوفوا معايا، شاركوا معايا التحضيرات اللي كنت درتها للعيد. الجزء الثاني واللي حابة تشوف الجزء الأول تروح للفيديو اللي قبل هذا. نشاركوا مع بعضنا التحضيرات من القلب للقلب، وما تنساوليش هذيك الجيم والتعليق اللي راح تخلوه لي كبصمة منكم حبيباتي. ويلا بسم الله على بركة الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيباتي. وأول حاجة بديت بها هي قضية واش كان خاصني البنات. ما قضيتش بزاف حوايج، دوك في الفيديوهات الجاية تفهموا وعلاش. المهم قضيت غير واش كان خاصني ليا من الأولى هاذيك وخلاص. شريت الكسكسي، شريت البابي كويسون، البابي ألمنيوم، بابي فيلم، هاذوكا كامل باش نديرو بيهم المفور ونديرو بيهم الوصفات هاذيك تاع اللحم. إن شاء الله راح نشاركها معاكم كل حاجة أول بأول. وشريت أوسي التوابل يا البنات. أنا واش كان خاصني شريت شوية كزبر للكسكسي أكيد تاع ثاني عيد، والتوابل هاذوكا البنات. وراس الحانوت اللي كانوا جاوني من تونس يهبلوا يا البنات. ريحتهم واش نقول لكم، تقولي ناكلهم هكذاك. راح نطيب مازال ما طيبتش بيهم، راح نطيب بيهم ونعطيكم رايي فيهم بكل صراحة. هذا واش قضينا بغض النظر على هذاك ديسير، سلاطة، الخضرة هاذيك الجريوات وكل شيء ما صورتش. ما على باليش عليه بعد ما خملت كلش في الفريجيدير باش صورت. ما حبيتش ممكن نطول عليكم ولا مع الدوخة تاع الصيام وكلش، عدت غير نزل بوفرات فيت في. وهنا البنات أكيد ما يحلاش عيد بلا ما نديرو الجاتو. الوصفة يا البنات درتها لكم بالتفاصيل المخلة والمملة في القناة الثانية. هذا الوصفة تاع البنات الجاتو هذا تاع قرنغزال جو فيه زوز عظمات، فيه ما فيهش المقادير بزاف، خلاص دوك نكتبها لكم يا البنات، أسهل منه ما كانش. شوفوا يا البنات تقدروا ديروا هكا، ديروه كرنغزال، تقدروا ديروه هكذا كريات كيما هكا بعد، وتعبزوهم تعبزوا عليهم بالقفل تاع القرعة ولا. وفي الحشو ديروا كونفيتور، ديروا كراميل، ديروا كابريس كيما بغيتو، ديروا طوفيا كيما بغيتو يا البنات. أنا هذا الكاطو كنت درته بواش فضل لي من العيد الصغير، إلا الكاوكاو كنت شريت كمية قليلة، والكمية اللي فضلت لي هذيك ما حبيتهاش تفزد لي وتروح لي. دوك تشوفوا يا البنات واش درت بها. الكاطو تاعي هنا بعد ما شكلت له هليلات وعاودت، تقدروا سي تحشيوه يا البنات بالترك ولا كيما بغيتو. حطيته طيب انا اسهل منه ما كانش، خفيف ظريف كيما نقول لكم دائما. وبعد ما طاب خليته برد يا البنات أكيد، باش ما يتكسر لكمش، وجبت شوية كونفيتير ودهنته هكذا في الحاشية ودرتو رميته في الكاوكاو. البنات هنا تقدروا ترمدوه كامل في الكاوكاو، أنا فضلت إني ندير نص شوكولا ونص كاوكاو. فينالمون الشوكولا كانت شوية فزدت لي فخلطت فيها الكاوكاو كوم فيرو روشي وحطيته وخلاص. والوصفة الثانية البنات اللي كان سخف عليها الزوج هي الغريبية، ومامتو فضلت لي المقادير، قلت هيا خلي حاجة وفرجة. شوفوا يا البنات واش درت فيها. أنا صافي مدة ما درتهاش حبيباتي، مي الحمد لله بقات بنفس القوام ونفس البنة. كنت نديرها دايما، مي المرة هذه ما على باليش كنت شوية متخوفة منها. شوفوا واش درت يا البنات، درت 250 غرام زبدة مارغرين هذه تاع ماني. البنات فيها الكو تاع السمن أنا تعجبني، بدرجة حرارة المطبخ خلوها تكون تبقى طرية كيما هكا. وزدت معاها يا البنات كيلة تاع سكر، سكر جلاس. خفقتهم بالباتر مليح. كاين يا البنات اللي يخدموا بيديهم حتى يبيض هذاك الخليط، انا فضلت اني نخدمه بالباتر. كنت صايمه يا البنات وبعد الفطور، مش يوم عرفه هذا يوم قبله يوم الترويه. ان شاء الله ربي يكون استجاب لنا دعواتنا يا حبيباتي، وكون يعني غفر لنا اعتق رقابنا من النار. الحمد لله يعني احنا يعني شعب مسلم نعيشوا، نحاولوا دايما نحيوا هذيك الأجواء وكل حاجة، ودايما نحوسوا أن نتقربوا من ربي أكثر وأكثر. قلت لكم هنا البنات كنت خفقتها بالباتر، ومن بعد جبت درت 2 كيلات تاع فرينة محمصة في الكوشة. هنا البنات جاتني شوية يابسة. دوك نقول لكم بعد واش درت لها.
زدت لها كيلة تاع كاوكاو، وكون على بالكم الكاوكاو يشرب شوية المقادير هاذيك، جاتني شوية يابسة وأنا كنت حبيتها نديرها تاع المحقن. أيا من بعديكا وليت نوّعت فيها، الحق نوّعت فيها وجات تهبل يا البنات صدقوني، يعني كان اعتمدتو لاباط هاذي واش هو البنات سيو ما ديروش بزاف الفرينة، نقصوا من الكيلة هكذا باش ما تيبسلكمش لاباط. شوفوا هنا بعديكا هي البنات كي شتا شوية بست لي وليت حطيتها في القصعة وقلت عليها بالعجين بالطريقة هذه، ومن بعد طرات على الكيفة البنات، ما على باليش بالك الإناء اللي كنت نخدم فيه ضيق صغير ما نعرف، بقيت نخدم فيها بالطريقة هذيا، ومن بعد جيت نديرها تاع المحقن. أيا قلقتني درت تقريبا 3 ولا 4 كعبات، قلت لها هيا والله نروح نوع فيك، ندير طرف تاع الطابع، ندير طرف الغريبية ذيك الشكل التقليدي خلا هذاك تاع بكري، دوك تشوفوه معايا يا البنات. المهم هنا ما صورتش كامل المراحل، كنت تعبانة، تعبانة قلت لكم كنت صايمة، وبعد الفطور أيا انغاجيت ديريكت ندير فيها. من بلا بوش ما صلحتليش البنات، شوفوا يعني هي ما تقلقش بزاف، مي مع التعب وكلش تحب ديريها في النهار وتعودي آآ ما كيش ياء. المهم هنا شوفوا البنات درتها بالطريقة هذيا، ومن بعد درت فوق منها شوية تاع كاوكاو وخلوها يا البنات تبرد تمامًا، لأنكم إذا هزيتوها وهي هيك بعد راح تلصق لكم تفزد لكم، خلوها تبرد تمامًا ومن بعد روحوا جبدوها. شوفوا هنا راني الشكل تاعها بقى هو ما هبطليش، الشكل تاع الأخرى ديكا بقات جات الشكل اللي بغيتو أنا هذا، يعني كاين اللي يدير فوق منها القرفة، أنا مانيش من عشاق القرفة. وهذه هي حبيباتي هاذوما الكاطوات اللي درت وتهورت ودرت ميلانج في شعري صافي مدة يا البنات ما صبرت، ما ندمتش عليه تمامًا. شوفوا البنات أنا طول عمري نصبغ بلوريات، هي كاينة هاذيك أوندريا ما على باليش أنايا كيما دايمًا نصبغ بيها، قلت خلّي نكمل بيها وخلاص. درت يا البنات الميلانج هذا تاع الموكا العسلي، وين ندور في التيك توك نلقاه، ندور في اليوتيوب نلقاه، ندور في الإنستجرام نلقاه، أيا قلت خلّي العمل على ربي، صلح ما صلحش خلّي نشوف دراه نروح نعاود نفسخه وخلاص. شوفوا البنات درت عبوة كاملة من 23 ودرت نصف عبوة من ل11 ودرت عبوة كاملة ونصف من l'Oxydant الفوليوم 30. قُلت لكم هنا البنات فينالمون جاتني الكمية ياسر خلا، أنا شعري خفيف وجاتني الكمية ياسر خلا، يعني قعدت لي تقريبًا نُص صحن هذه اللي درت فيها. هي قُلت المرة الجاية كي نبغي ندير ميلانج نقّص شوية المقادير وخلاص. خلّطتها وتحصلت على هذا اللون بالضبط يا البنات يجي ما شاء الله. معليش المهم نحيت به هاذيك السخفة، يفوت العيد ونزيد نعاود نتبودع في راسي ونزيد نعاود نتهور مرة أخرى. وأكيد هذا يوم عرفة يا حبيباتي، كنت درت خبز الدار، كنت صايمة أنا والزوج، درت خبز الدار، درت الشوربة، درنا بزاف حوايج البنات. بالنسبة للميناج أنا كوم نذبح في الدار، درت الميناج غير للشنابر والصالون، خاطر نذبح في العول أنا والزوج، يعني الدنيا راح تتسود وتتلوث. قولوها ولا ما تقولوهاش. هيا المهم قُلت خلّي الشي اللي نتعب فيه اليوم نعاودو غدوة، خلّي مالها غدوة خطرة واحدة وخلاص نكمّل عليَّ وخلاص. هذه هي حبيباتي. كنت كيما شفتوا الخبز تاعي بعد ما طلع الوصفة هبّطها لكم غير قبيلة بركا في القناة الثانية، تقدروا حتى تنوضوا صباح يعني يا البنات ديروه خاطر يتعجن منه فيه ماهوش راح يعطّلكم خلاص. شوفوا الزينة تاعي بالحنة جاتها تهبل. حنيت لها ليلة قبل البنات قُلت باش ما تقلقنيش، وأكيد وجدنا الحنة وحنينا ودرنا بزاف حوايج يا حبيباتي. المهم أنا كان تعاون فيا، الخبز هو يغلي وأنا نغلي معاه كيما تعودتوا مني. شوفوا حبيباتي هاو قاعدة نعطيلكم فيه، بسم الله ما شاء الله شهيتكم في الجنة يا حبيباتي. من بعد أكيد رُحت درت الفطور، درت البوراك، درت الشوربة. والله يا البنات جاتني ريحة رمضان، مام كي نهضر مع الولاد نقول لهم بعد رمضان، بعد رمضان. إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير، تعيدوا بالصحة والهنا، استنوني في الفيديوهات الجاية إن شاء الله مع تحضيرات يوم العيد، وراح نشارك معاكم كل حاجة يا حبيباتي بالتفاصيل. وبيان سير وجدت الحميص للفطور، وجدتو أمامتو غدوة باش ناكلوه مع الشوا وكل شي. حبيباتي هذه هي وهذه هي طاولة الفطور كما تعودتوا مني بسيطة جدًا. خليكم على خير واستنوني في الفيديوهات الجاية. ما تنساوش يا البنات تدعموني وتشجعوني شوية. مشاهدة طيبة والسلام عليكم.